بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد حروف الجر الزائدة. تمام، وهناخد برضك حرف الجر الشبيه بالزائد اللي هو ربع، وهناخد واو ربع إن شاء الله. أول حاجة، إيه هو الغرض البلاغي أو إيه هو الغرض من حروف الجر الزائدة؟ طبعا حروف الجر الزائدة الغرض منها التوكيد وتقوية المعنى، هو ده الغرض منها عشان تبقى عارفين. حتى احنا خدناها في اساليب التوكيد، من اساليب التوكيد ايه هي؟ حروف الجر الزائده. يبقى ده غرض بلاغي ليها، غرض بلاغي. والغرض دوت م? الهدف منه ان المعنى بيكون اقوى. الغرض منه انه بيأكد المعنى. يعني لما اجي اقول لك كده: ليس الطالب بمهمل، واقول ليس الطالب مهملا، أنا الأقوى دايما الأقوى والأفضل أختار اللي هو فيه حرف الجر الزائد، لأن الحرف الجر الزائد ده من أساليب التوكيد، يبقى الأول أقوى. ليه؟ لأنه يؤكد المعنى بحرف الجر الزائد وهو الباء. هناخد حروف الجر الزائدة. عندي ثلاث حروف. عندي من، وعندي الباء، وعندي الكاف. أول حاجة من. امتى نقول ان من دي حرف جر زائد؟ قال لك من دي علشان تبقى حرف جر زائد لابد ان يتوفر فيها شرطين. اول شرط تسبق بنفي او استفهام. تاني شرط يجي وراه اسم النكره، لازم الشرط يتحقق فيها. والله لو اتحقق فيها خلاص يبقى حرف جر زائد. وخلي بالك احنا قلنا حرف الجر الزائد بيأكد المعنى، وقلنا ان احنا لما نشيل حرف الجر الزائد من الجمله هتلاقي المعنى يستقيم معانا جدا، مفيش اي مشاكل. يعني لما احذفها مش هتاثر على الجمله. تعال ناخد مثال عشان نتاكد من كلامنا ده. لما اقول: هل حضر من احد؟ لاحظ ان من هنا قبلها استفهام اهوت، وجه وراه اسم نكره يبقى شروط حقائق. طب تعالى كده نحذفها كده، يلا احذف من. هل عند الحذف عشان اعرف ان هي زائده: هل حضر احد؟ يبقى احد هنا هتبقى فاعل، صح؟ هتبقى ايه يا جماعه؟ فاعل. وانا حذفت من، في الحاله دي اللي بعد من هيكون فاعل برضه. الله، هو نفس الاعراب. ايوه هو نفس الاعراب. ما انا اتفقت معاك ان هو حرف جر ايه؟ زائد. تمام، ما بيأثرش نهائي. طيب تعالى نعرف احد هنا مع من اللي هي حرف الجر. يلا فاعل، طبعا من جرتها يبقى فاعل مجرور لفظا بالكسرة مرفوع محلا. جميل أوي أوي. تعالى ناخد مثال تاني. ده مو كده: ما أكلت من طعام. هتقول لي مستر هنا من دي اهي، من دي حرف جر زائد. ليه يا حبيبي؟ هتقول لي قبلها نفي اهو، وجي بعدها اسم نكره اهو. هقول لك جميل قوي. طب بعد اذنك تعالى كده نشيلها، تعالى نشيلها يلا. اقول اكلت او ما اكلت، ادي فعل وفاعل. طعاما ادي مفعول به. يبقى هنا اعرابها كان مفعول به. لما انا شلت من المعنى ما تاثرش خالص، حضرتك شايف اهو.
يبقى هنا طعام دي هتبقى مفعول به، ماله مجرور لفظا، منصوب محلا. عايز تقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، بردك صح. تمام، بس أنا بفضل الإعراب ده. طيب كده يا مصر خدنا من مرة في الاستفهام ومرة مع النفي. طبعا كنت بسمع كتير من طلاب مصر من دي بيجي وراها مبتدأ. لا يا حبيبي، مش شرط إن يكون مبتدأ، ممكن فاعل، ممكن مفعول به، ممكن مبتدأ عادي، ولكن حسب الجملة أو حسب السياق. يعني نقول هنا حضر أحد، مين اللي حضر؟ أحد فاعل. أكلت الطعام، ماذا أكلت؟ الطعام مفعول به. طب تعالى نجيبها كده كمبتدأ في جملة، هو كده هل من خالق غير الله؟ أدي من، وأدي استفهام أهو، وأدي اسم نكرة أهو، حط الكسرة. يبقى خالق، يلا هتقولي شيل اللي يوصل هل، شيل من يا مصر كده، هل خالق غير الله؟ الله، السياق استقامة يا ولد. هل خالق غير الله؟ عرفتوا ان حذفها ما بيأثرش على المعنى. يعني كده هل حرف استفهام مبني لا محل له من اعراب. خالق مبتدا، غيره خبر، الله لفظ الجلاله مضاف اليه. نفس الاعراب هنا هو الاعراب اللي هنا. ها يلا، خالق مبتدا مجرور لفظا مرفوع محلا. مبتدا مجرور لفظا مرفوع محلا، وغيره خبر، والله لفظ الجلاله مضاف اليه. يبقى حبيبي دلوقتي احنا اتفقنا ان حرف الجر من لابد ان يظهر بنافيه او استفهام، ويجي وراه اسم نكره. وقلنا اللي وراه بيعرب حسب موقعه في الجمله، يعني بيتاثر باللي قدام من. لو من قبلها نافيه او استفهام تبقى مبتدا، قبلها فعل، شوف بقى فعل ولا مفعول ايه به، خلاص. لكن ما تحفظش، ما تبقاش كده حافظ ان بعدها مبتدا على طول، لا يا حبيبي، حسب الجملة أو حسب السياق بتاعنا. كده خلصنا من، واتفقنا إن من حرف جر هنا إيه زائد، ودليل على كده أنا شلتها قدام منك أهوت، ولقيت السياق إيه مستقيم معانا أو منطق إيه معانا. طيب خلي بالك من الجملة ديت. يقول لي ما حضر، ركز بالله عليك، من الطلاب إلا طالب. أنا مش هضبط. ما حضر من طلاب إلا طالب. حبيبي على طول، انت اول ما عينك هتروح هتقول يا مستر بص بص، هي دي الزائده اهي. ليه يا حبيبي؟ ادي النافيه يا مستر، وادي اسم نكره اهو، اقول لك برنس صح. دي الزائده دي يا ولاد، الزائده. طيب ادام حرف جر زائد على كده، حضر طلاب يا مستر ولد، يبقى طلاب دي فعل يا حبيبي. اقول لك اه، ما حضر من طلاب، من اللي حضر؟ طلاب. جميل قوي. طيب هنا الاركان اكتملت، ايوه فعل وفاعل. جميل أوي. ما بين ما وإلا جملة تامة المعنى، دي تامة المعنى أهو. جميل أوي. أدام تمت المعنى يبقى نوع الأسلوب إيه؟ تم. أدام تمت المعنى يبقى إيه؟ طبعا تم عن الأركان كلها موجودة حولها. حضر الطلاب، واتفقنا أدي حضر موجود، وأدي الفعل والركنين موجودين، يبقى هنا فعل إيه؟ يبقى الجملة هنا تم، يبقى الأسلوب تام منفي. يبقى اللي بعد إلا له إعرابين، يا إما مستثنى منصوب، يا إما بدل. طب دي بص الرواية، لو مستثنى منصوب يقول لي طالبا، هيقول لي ايه؟ طالبا. هي مش منصوبة، تبقى بدل. البدل ده بياخد اعراب المبدل منه اللي هو الفاعل، اللي هو بدل من طلاب، يبقى بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمير. طب هنا مين؟ لا ده حرف جر اصلي، هنا حرف جر اصلي. جميل قوي. يعني ده اسم مجرور، ايوه اسم مجرور يا حبيبي. يعني الجملة هنا مش تمت المعنى، لا مش تامة. حضر من الطلاب، حضرتك عرفت حضر مين؟ هتقول لا،
ادام ما بين ما والا اللي بعدها جمله غير تامه المعنى، يبقى الاسلوب ناقص منفي. ناقص منفي. ناقص منفي، علشان اساسا الجمله اللي ما بين ما والا مالها مصدر غير تامه المعنى. طب دور بعد اذنك على الركن بتاع الفعل، بتاع الجمله الفعليه. حضر، اه لازم يكون لها فاعل، لازم. يبقى اصلها حضر طالب. يبقى طالب يا اولاد فاعل، يبقى اصلها حضر طالب من الطلاب. يبقى ناقص تام، ناقص منفي. اتمنى تكونوا فهمتوا كده حرف الجر من. يلا معايا هناخد حرف الجر الزائد، وهو الباء. كم مرة حرف الجر الزائد اللي هو الباء؟ أول حاجة هناخدها في فاعل كفى. الباء بتبقى زائدة في فاعل كفى. طب واحد يقول لي لا انت غلطت يا مستر، ساعات بيكون في مفعول كفى. معقول؟ ده أنا طول عمري واخدها كفى بالله وكيلا. اقول لك اه معقول يا حبيبي. طب تعالى كده معايا. كفى. كفى بالله وكيلا. طبعا اي نكره منونه مع كفى بيكون تمييز. تمييز منصب. كفى فعل ماض مبني على الفتح، فتح المقدر يعني. بالله الباء حرف جر زائد مبني لا محل له من الإعراب. الله لفظ الجلالة فاعل اهو، اهي الاولى اهي مجرور لفظا مرفوع محلا. فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، او فعل مرفوع ضمن المقدر الظاهر. يبقى بالله. امال مفعول به ازاي؟ قال لي بص، لو جت في جمله كفى، طبعا هنا كفى لازم هي ولاد، ما جاش مفعول به جمله. طيب كفى لما بتلاقي فيها او في الجمله او في جملتها مصدر مؤول، في الحالة دي المصدر المؤول هو اللي بيكون فاعل. احفظها بالله عليك، احفظها، انا بقول لك احفظها. نديني مثال. كفى بالمؤمن اسما. اوكي لا، اسم دي انا حافظها تمييز يا مصر. ايوه حبيبي. اي نكره منونه مع كفى تمييز. كفى بالمؤمن. اه يا مصر، كفى بالمؤمن اسما، لو وقفت على كده يبقى دي فاعل، زي الجمله اللي فوق. فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، صح. لكن لما يجي يكمل الجمله بمصدر مؤول، كفى بالمؤمن اسما أن يهمل. الله، ده جاب لي مصدر مؤول. مين اللي أحق أن يكون، مين اللي أحق إن هو يكون فاعل؟ أنا كتبت لك فوق المصدر مؤول. يبقى ده مصدر مؤول في محل رفع إيه؟ فاعل. مرة مصدر مؤول في محل رفع فاعل. أمال بالمؤمن دي هتعرف إيه؟ الباقي متفقين مع بعضنا إن هي حرف جر زائد. المؤمن يلا اعطي الفاعل بقى، احنا هنا في مصدر مؤول، هتبقى مفعول به. مفعول به ماله مفعول به؟ منصوب بالفتحة المقدرة. منصوب بالفتحة المقدرة. يا عم مفعول به مجرور لفظا منصوب محلا. تمام كده. يبقى كده خدنا كفى. هقول لك خلي بالك ملحوظة مهمة جدا ممكن تجي لنا في الامتحان. ملحوظة. ساعات كفى بتيجي بمعنى منع، ولما بتيجي بمعنى منع بتبقى فاعل
متعد لمفعولين، يعني بينصب مفعولين. لو جت بمعنى ايه؟ كفى، كفى الله. اه، كفى، كفى الله الفاعل، المؤمنين القتال. حط كده منع، منع الله المؤمنين القتال، يبقى المؤمنين مفعول به أول، القتال مفعول به ثاني. طبعا المثال ده مش دعوه بحروف الجر الزائده، بس احنا بنقوله اه ده بدأنا نتكلم على كفاءة. يلا ناخد حرف الجر الزائد الباء، تاني حالة له. تاني حالة له، طبعا الحالة المعروفة لينا إن هو بيجي مع خبر ليس، صح؟ بيجي مع خبر ليس، اللي هو حرف الجر الباء، بيجي مع مين؟ مع خبر ليس. اديني مثال كده اقول لك تعالى. مع خبر ليس، لما اقول ليس المؤمن، ادي اسم ليس، بغافل، طبعا ادي خبر ليس، وادي الباء، ادي حرف جر زائد. وخلي بالك نوع الخبر خبر مفرد، نوع الخبر خبر مفرد، اوعى تقول شبه جمله، أصل ده زائد. طب ايه اللي عرفك ان ده حرف جر زائد؟ قال لي شيله كده، ليس المؤمن غافلا. الله، السياق مستقيم من غيره، يبقى هنا ده حرف جر ايه؟ زائد. يبقى غافل هنا كانت خبر ليس اهي، بل هنا تبقى خبر ليس. خبر ليس مجرور، يلا، لفظا بالكسرة. ها، خبر ليس بيكون اساسا منصوب، ها، منصوب محلا. خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا. طيب بص دي يا ولاد، ليس محمد بالبيت، ايه رأيك؟ هل الباء ده حرف جر زائد؟ لا، ده حرف جر اصلي. تعالى كده شيله، شيله. ليس محمد البيت، بذمتك لايقة؟ لا، السياق غير مناسب، مش ماشي معانا خالص، يبقى السياق مش مظبوط معانا. تمام؟ يبقى الباء هنا حرف جر اصلي، وده اسم المجرور، وده خبر ليس شبه جملة، خبر ليس شبه جملة أو شبه جملة في محل نصب خبر ليس. عرفنا، خلاص خلصنا منها، مش عايز أطول في الشرح عشان الكم كبير أوي أوي. كده خلصنا من خبر ليس. عندي حاجة اسمها ماء الحجازية أو ماء المشبهة بليس. ماء المشبهة بليس، يعني بتعمل عمل ليس، تدخل على الجملة الاسمية، ترفع مبتدأ وتنصب، ويسمى اسمها، وتنصب الخبر يسمى خبرها. اديني مثال اقول لك، وما ربك بظلام للعبيد، او ما الطالب اه بتارك، او بتارك مذاكرته. هتقول استنى بس، واحده واحده، ادي نفي، ادي مبتدا، صح؟ او اسم ما، وادي خبر ما. اقول لك صح، شيل ما كده، شيل وحط مكانها ليس. ليس الطالب بتارك مذاكرته، نفعت، يبقى ما جت بمعنى ليس. يبقى الطالب اسم ما المشبهة بليس، اسم ده المشبهة بليس مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. الباء، ما احنا قلنا بقى حرف جر زائد. مستر انت، لا مش انت، تقولش انت عشان عايز. تعالى كده، شيل باء. ليس الطالب تاركا، ما الطالب تاركا. يبقى تاركا لما اجي
أعربها. والخبر ما المشبهة بليس، مالها؟ مجرور لفظا، منصوب محلا. وما المذكرة تعرف مفعول به؟ ليه يا حبيبي؟ مش ده يا حبيبي اسم فاعل عامل، نكرة منونة، م? دلت على الحال أو الاستقبال. سبقت، ها سبقت، اوعى تقول نافي. امال سبقت بما ايه؟ ها، سبقت بما ايه؟ او سبق بما كان اصله ايه؟ مبتدا اللي هو الطالب. طيب، كده خلصنا من حرف الجر الزائد اللي هو الايه؟ الباء. طبعا هو ليه مواضع كتير جدا، بس احنا خدنا اهم 3 مواضع له، اهم 3 مواضع له. طب يا مستر وائل، ما احنا خدنا صيغه التعجب. صيغه ايه يا اولاد؟ التعجب بتيجي على وزن، اه يا مستر احنا راكب حاجه، ناخد دي بره. بياتي في فاعل، افعل به للتعجب. احنا قلنا ما اجمل الطبيعه. طبعا متعجب منه هنا الطبيعه ده مفعول به، وده فعل ماض، وبقى دي مبتدا، ودي جمله فعليه في محبه الخبر. او اجمل به، معنى كده كده اجمل بالطبيعه. طالما تعجب يبقى الباء هنا حرف جر زائد. الطبيعه، يلا نقولها. مين اللي شاطر يقولها لي مثلا؟ فاعل، ايوه فاعل، ماله؟ مجرور لفظا، مجرور لفظا بالكسره. ماله بقى؟ الفعل يكون مرفوع، مرفوع محلا. خلي بالك لو جه وراها نعت، لو جه مثلا على سبيل المثال نعت وراها اجمل بالطبيعه الجميله، النعت براحتك اما ان يكون مرفوع على المحل، واما ان يكون مجرور على اللفظ. فيحق لك انك تعربه نعت مرفوع او نعت مجرور. نعت مجرور عشان الطبيعه هنا مجروره على الباء، او نعت مرفوع لانها في على المحل بتاع فاعل تبقى ايه؟ نعت مرفوع. فالاثنين ايه يا جماعه؟ صح، سواء قلت دي صح او قلت دي ايه؟ صح. طيب كده احنا خدنا 4 حالات لحرف الجر الزائد الباء. طيب قال لك ساعات بيزاد مع كلمة حسب الواقع مبتدأ. يزاد مع كلمة حسب الواقع مبتدأ. اديني مثال لما اقول لك كده بيحسبيك اهي درهم. تعالى نعرف كده حسبك، يلا مين يقولها لي؟ مبتدا مجرور لفظا مرفوع محلا، والكاف هنا ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه، ودرهم ده الخبر ايه بتاعه. اقول لك صح. يبقى الباء هنا حرف جر زائد. حسب بس، حسب بس. هتقولي مبتدا، ايه المشكله؟ مجرور لفظا مرفوع محل. طب يلا درهم. طب والكاف؟ ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. طب درهم خلاص، ما ده مبتدأ محتاج الخبر مرفوع علامة رفعه ايه؟ الضمة. صعبة. طب الحمد لله. والله الكلام بياخد بعضه. ناخد الحالة الخامسة. ها يلا ناخد. يزاد بعد اسم الفعل عليك. يزاد بعد اسم الفعل اللي هو عليك، وده اسم فعل أمر. كم مرة؟ اسم فعل أمر بمعنى إلزم. واسم فعل أمر ماله؟ منقول. ها منقول. لما نقول عليك بالصدق، عليك بالصدق هتقولي معناها إلزم الصدق. نسقط على شيلة كده اهو، عليك الصدق. واحنا قلنا لما اجي اشيله ما بيأثرش على المعنى. الصدق هنا مفعول به، يبقى بالصدق هنا. يلا مين اللي يعرفها لي؟ شطار.
أحسنت. مفعول به مجرور لفظا، كمل. مجرور لفظا بإيه؟ بالكسرة، أيوه. منصوب محلا. جميل أوي. طيب، سادس حاجة. أوكي، ناخد هم حوالي 7 حاجات. سادس حاجة، يزاد في خبر كان. يزاد في خبر كان المسبوقة بنفي. المسبوقة بنفي. بصوا، ما كنت. كنت في المدن من السكون، وتودي اسم ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان اهو. ما كنت بمقصر. بمقصر في عملي. على شيلة كده، ما كنت مقصرا في عملي. السياق مش معايا جميل قوي من غير الباء. يبقى هنا الباء حرف جر ازاي؟ يفيد ايه؟ التوكيد، لانه من اساليب الايه؟ التوكيد. يبقى تقصد ان هنا دي خبر كان منصوب؟ ايوه، خبر كان منصوب. يبقى هنا برضه خبر كان. ايه المشكله؟ خبر خبر كان. يلا، مجرور لفظا منصوب محلا. وكده نكون خدنا الحالات بتاعت زيادة حرف الجر الباء. تالت حاجة، زيادة حرف الجر الكاف. هي الحمد لله مريحانا دي قوي، لأنها بتيجي في حالة واحدة بس. في حالة واحدة بس. في كلمة بتيجي في كلمة مثل. اه بس أيوه، مثل فقط. اوعى تزود مثل فقط. تمام. ومثل دي على طول بتيجي في خبر ليس. مش شرط يعني خبر ليس على طول، ها. يعني دي جملة على خبر ليس، يعني ممكن لما اقول كده ليس كمثله شيء. أصلها ليس شيء، اسم ليس اسم ليس ماله مؤخر، ماله يعني مرفوع. مرفوع بالضم. كاف حرف جر زائد نوع الخبر مفرد. شبه جملة، مثله. يلا نعرفها. خبر ليس مجرور لفظا منصوب محل. تمام. طب يعني انت بتتكلم عن ان هي جت قبل ليس بس؟ لا يا حبيبي، ممكن اقول ايه؟ ليس. آه ليس كمثله احد. طب اشبه ليس. تمام. نقول مثلا على سبيل المثال. طيب، ما علينا، مش هنخرج من المثال ده دلوقتي. تمام. آه عايزين دلوقتي ناخد بعد حرف الجر الكاف. تمام. هناخد بعد كده حرف الجر اللي هو اسمه ايه بقى؟ الشبيه بالذات. حرف جر شبيه بالذات. ايه هو حرف الجر الشبيه بالذات؟ اللي هو رب. اللي هو رب. رب. رب اللي مدوخ الناس كلها. رب. ده شبيه بالذات، يجر ما بعده لفظا. يجر ما بعده لفظا، ولا يجر الا النكرات. نكره يا حبيبي.
وما بعده له إعراب كتير أو مش هثبتك على إعراب واحد. معقول؟ أيوه، ممكن يكون مبتدأ. إيه المشكلة يعني؟ ممكن يكون مفعول به. طب ما تديني مثال عليه لما يكون مبتدأ. تعال معايا لما أقول كده: رب صدفة خير من ألف ميعاد. أدي رب حرف جر شبيه بالذات. الصدفة هنا في الحالة دي تبقى إيه؟ هتقولي بص بص بص، أدي مبتدأ وأدي خبر. يبقى دي جملة إيه؟ اسمية أهي. يبقى الصدفة دي هتبقى مبتدأ. أقول لك ممتاز. ونكرة. مبتدأ ماله؟ يلا مجرور لفظا بالكسرة مرفوع محلا. يبقى أنا جبتها لك في المثال ده كمبتدأ. جبتها لك كإيه؟ كمبتدأ. طيب تعالى ناخدها مع بعضنا. في رب. بصوص رب مهندسين مقصرون. رب حرف جر شبيه بالذات. حرف جر شبيه بالذات. مهندسين مبتدأ مجرور لفظا بالياء مرفوع محلا. المهندسين مالهم واي مبتدا لابد ان يكون له خبر. الحكايه مقصرون. يبقى مقصرون دي الخبر. خبر مرفوع بالواو. طيب امتى اللي بعد رب يعرب مفعول به؟ تعالى. رب اللي جاي بعدها بيعرب مفعول به لو جت في الجمله فعل. جت في جملتها ايه يا جماعه؟ فعل ماله لم يستوفي. لم يستوفي مفعول. يعني ملوش مفعول به، لازم يحتاج لمفعول به. لازم يكون في مفعول به. اديني مثال: رب كتاب لازم يكون مجرور. قرأت. رب كتاب قرأت. هتقول لي مصر قرأت. ادي الفعل قرأ فعل متعدي لمفعول به، لابد ان هو التالي تاء الفعل محتاج لمفعول به. طب فين مفعول به؟ ما ينفعش، لازم يكون له مفعول. قرأ الولد الكتاب. الكتاب قرأته. يبقى هنا الفعل لم يستوفي ايه؟ مفعوله. في الحالة دي هياخد مفعول به من الجملة اللي هو الاسم النكرة اللي جاي بعد رب. ليه؟ لأنه ما يستغناش عن مفعوله، لازم يكون مفعوله موجود الأول. لأنه فعل متعدي مفعول به واحد. يبقى الكتاب هنا نقول عليها مفعول به مجرور لفظا منصوب محبة. طب يا مستر لو استوفى مفعوله، يعني لما اجي اقول كده رب نفس الكتاب، رب كتاب حلو قرأته. هتقولي هنا قرأ ادي الفاعل قرأ، وادي الفاعل قرأته، والهاء دي مفعول ايه؟ به. ده من المتصل به في محل نصب مفعول به. والتاء هنا تاء الفاعل. يبقى هنا الفعل استوفى المفعول. في الحالة كده مش محتاج مفعول به خلاص. هنا الفعل ده اه مستوف لمفعوله. تمام. في الحالة دي أنا قلت إيه؟ الفعل مستوفن. حذفت إيه؟ الياء وعود عنها تنون عوض
عشان هنا ايه مرفوعة، مستوفى لمفعوله. في الحالة دي خلاص حبيبي مش محتاج مفعول به، يبقى نمشي على القاعدة الأولى، تبقى مبتدأ. ايه المشكلة؟ مجرور لفظا، مرفوع محلا، وده خبر الجملة الفعلية، خبر جملة فعلية للمبتدأ. خلاص كده. يبقى احنا كده خدنا ربع. ساعات بيحذف ربع ويعوض عنها بواو ربع، ساعات ساعات كتير قوي قوي يحذف ربع. حذف ربع والتعويض عنها بواو ربع. بعرفها ازاي؟ واو ربع بيجي وراه اسم نكره حبيبي. ناخد ده المميز بس عشان ايه. آه اي اسم نكره. بص احفظها كده، اي اسم نكره في اول الجمله، انا قلت نكره مسبوق بواو، فحط في دماغك ان الواو دي تكون واو ربع ب 90%، واو ربع. هذا الاسم النكره في اول ايه الجمله، واو ربع. تمام. وبيعرب مبتدا، دي واو ويعرب مبتدا. تعال ناخد مثال. عندنا الشاعر كان بيقول لي: وليل كموج على البحر أرخى سدلا. وليل أصلها ورب ليل، الاسم نكرة، اسم نكرة في أول الجملة ومجرور كمان وجه قبل منه واو، بدي واو ربع، يبقى ليلة دي تبقى مبتدأ، مجرور لفظا مرفوع محلا. مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا، والخبر بتاعه اللي هي كلمة إيه؟ أرخى سدوله. أرخى سدوله. تمام. وبكده نكون انتهينا من شرح حروف الجر الزائدة وحروف الجر الشبيه الزائدة. بتمنى تكونوا استفدتوا مني وفهمتوا الدرس بطريقة أفضل. وأتمنى لكم التوفيق دائما. كان معاكم مستر وائل محمد حسن. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.